مساء الخير أصدقائي الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بعد انقطاع شوي طويل عنكم. لكن بموضوع هذا الفيديو خلاني أرجع إني أنا أتواصل معكم، يستحق إني نضوي عليه ويستحق إني نعمل فيديو على هذا الموضوع. صدق المثل يلي بيقول عمول خير وكب بها البحر وما جزاء الإحسان إلا بالإحسان. رب العالمين ما بيضيع لك خير، إذا أنت عم تعمل خير بيرد لك يا ب10 أمثاله. لكن في ناس بيبين مع الخير، وفي ناس ناكرين المعروف وناكرين الخير ناكر الإحسان. هذا اللي شفناه امبارحة بمباراة نيجيريا والكورديفوار. جماهير الكورديفوار كيف عم بتقول لأهل المغرب شكرا يا مغرب، انتوا اللي خليتونا نوصل على الدور الثاني، انتوا اللي خليتونا نرجع على البطولة، انتوا اللي خليتونا نحمل كأس الأمم الأفريقية. ما ضل غير يقسموا الكأس نصين ويعطوه للمغرب. قد ما عم بيقولوا شكرا، عن جد خجلتوا الجمهور المغربي بلطفكم بكرمكم بالطريقة اللي انتوا عم تعاملوا فيها. عن جد شكرا من كل قلبي للجماهير الإيفوارية، لقائد المنتخب الإيفواري لما طلع وشايل معه الراية المغربية. هون ناكر المعروف وناكر الإحسان يلي ما بيبين معه الخير. دراجي تلعثم من لسانه، ما بقى يعرف شو بده يحكي، ما علق وما قال اني والله كابتن المنتخب الايفواري شايل الرايه المغربيه هو يلي عم بيقول شكرا للمنتخب المغربي، لرجال المغرب، لاهل المغرب، هن اللي خلونا نطلع على الدور الثاني من بعد ما فازوا ومن بعد ما اقصوا المنتخب الثاني، خلونا هو السبب منتخب المغرب. تلعثم لسانه، ما بقى يعرف شو بده يحكي. اتمنى يكون هو مول المعلق، اتمنى تنشق الارض وتبلعه. ما حكى ولا كلمه لكن الرايه المغربيه موجوده. ليش لاحكي انا هذا الموضوع هلا؟ خليكم تشوفوا انتم بالصوت وبالصوره وانتم بتعلقوا. راح نبلش هلا بناكر المعروف، ومن بعدين بنروح على اهل القلب الطيب، أهل البشرة السمراء يلي قلبهم أبيض من الحليب. شوفوا على صاحبنا الدراجي. نهايات اللاعب رقم 50 الذي يسجل في النهائي يفعلها تراستيكونغ، ارتقى فوق الجميع وضربها بالراس. عدينجر القائمة الثاني راسية، جول! كاسيه وين رايح يا ديديه؟ كاسيه كوت ديفوار عدلت النتيجة. كوت ديفوار العرضية ودينجرا بالراس وهذا جول. دينجرا دخل، دينجرا عرضية، جول! جول! دينجرا جول! كوت ديفوار تفعلها الدقيقة 81. هدف ثاني لكوت ديفوار، الملعب ينفجر. هدف ثاني لكوت ديفوار مستحق، نعم مستحق. هذا ألير كان في سكرات الموت وعاد إلى الحياة، ويعلنها الموريتاني فرحة عارمة هنا في أبيجان في مدرجات الملعب الحسن وترى وفي كل المدن الإيفوارية أكيد بهذا التتويج الجميل والمستحق. الزمن الذي لم تعد فيه كرة القدم مجرد لعبة، بل هي أكثر بكثير من مجرد لعبة. شوف كنا نلعبها في الأحياء، فما بالك لما تلعب أمام 60,000 متفرج وتلعب أمام شاشات التلفزيون وملايين بالملايير المشاهدين. وشفنا الذي حدث. المهم أيضا هذه ثاني مرة يحرز منظم كأس آسيا مع منظم كأس إفريقيا اللقب في نفس السنة. حدث مع الكويت في سنة 1980 عندما فازت الكويت بلقب كأس آسيا، ويحدث فازت الكويت وفازت نيجيريا بلقب كأس إفريقيا في نفس السنة هي كمنظمة. هي كذلك يحدث وأن فازت قطر كمنظمة بكأس آسيا، وفازت كوت ديفوار كمنظمة بكأس إفريقيا في نفس السنة. الحدثان في
حدث بعد 80 اليوم، يلا بعد 44 سنة يتكرر ذلك الحدث. حفيظ دراجي، بدي اقول لك كلمتين وانا مسؤول عنهم. انت يوم عن يوم عم تثبت وعم بتبرهن للعالم كلياته ما عندك مصداقية، قلبك اسود، ما بتحب الحقيقة اللي شفتها قدام عينك وشافوها كل العالم. لما قائد المنتخب الايفواري هو عم بيستلم، قبل ما يستلم الميدالية الذهبية عم بيلوح وشايل الراية المغربية، واستلم الميدالية الذهبية وعم بيسلم على قائد بلاده، رئيس بلاده، وهو عم بيشيل الراية المغربية، ما هو شايل الراية الإيفوارية، عم بيقول شكرا لأهل المغرب. انت هون تبلجمت، تلعثم لسانك، تمنيت تكون من شق الأرض وبلعتك، تمنيت يكون عصام الشوالي هو يلي عم بيعلق شو يلي جابني أنا. تفاجأت، يعني صفعك كف، ما خلاك تعرف شو تحكي ولا تعمل أبدا أي شيء نهائيا. من المفروض تقول اني هذا المنتخب، قائد المنتخب الايفواري عم بيقول شكرا لاهل المغرب. وين الموضوع؟ وين الغلط؟ ليش انت سكت؟ الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت هو الشيطان الاخرس يلي ما حبيت تحكي ابدا نهائيا. هذا هو ناكر لحسان. هلا بنشوف اهل المعروف يلي قالوا شكرا من قلبهم. ليش بدي احكي اكثر من هيك؟ شوفوا جماهير الايفواريه، شوفوا هالناس الطيبه، أهل البشرة السمراء يلي قلبهم أبيض من الحليب. خلونا نشوف مع بعض. شو بدي احكي؟ يعني انا هون ما فيني احكي ولا كلمة نهائيا، لان الصورة بتعبر اكثر من الكلام. الراية المغربية على شاشات عملاقة محطوطة بالملعب، مجهزينها ان خسروا او ربحوا بدي يقولوا ميرسي للمغرب، شكرا. هدول هن اللي بين معهم المعروف، هدول هن اهل الاحسان، هدول هن يلي بيقولوا شكرا من قلبهم، مو ناكرين المعروف، ناكرين الاحسان. يا ناكر المعروف ويا ويلي واوف. يعني ليش؟ لك شوفوا كيف، شفتوا كيف الراية المغربية، لك العالم لابسه تيشيرت التوني نصه ايفواري ونصه مغربي، مجهزين، عاملين في صور وفي فيديوهات كلها نازله على التيك توك. شرطي مرور بوليسي عم بيهز الراية المغربية. قديش في عندهم قلب ابيض، قديش في عندهم الاعتراف بالجميل. نرجع على موضوعنا، ناكر لحسان. دراجي افندي، هذا الموضوع ما استفزك؟ لك انت بين الشوطين لما محللين بي ان سبورت عم بيقولوا اني والله رجع المنتخب الايفواري من بعد ما بالدور ال16 رجع
من الانعاش. انت شو قلت لما بلشت الشوط الثاني؟ قلت لا انا بغلطن. هو رجع من الخسارات، لما خسر الخسارتين رجع اقوى. مين يلي رجعه؟ لك رجعوا منتخب المغرب بفوزه. لما اقصى المنتخب هداك رجع المنتخب الايفواري. لكن انت ما بدك تحكيها. انت هذا هو ناكر المعروف. انت يلي عم بشوفك الناس على حقيقتك، على الصورة يلي انت يعني الحقيقة. ما بدنا نحكي اكثر من هيك. ناكر المعروف، ناكر الإحسان، ناكر الجميل. مثل ما قالوا بالسوشيال ميديا هلا، يا ريت هدول يكونوا يعني جيراننا، يا ريت هدول يكونوا احبابنا. هن احبابنا عن جد. انا تمنيت اكون بالايفوار بين هدول الناس. في شاب مصري بالايفوار اعلامي فكروا اني هو مغربي، صاروا يسهلوا له الطريق. عم بيقول اني انا ما بقيت احكي ولا كلمه حتى ما انكشف اني انا مصري. خليني بهالصوره اني انا الصوره المغربيه. عم بهزوه على الراحات، عم بيشيلوه انه عم بيقولوا له شكرا. شفتوا كيف ببين معهم الخير اهل الايفوار؟